ساعدني كتير جدا. وكمان كان هو سايب القضايا دي بكل المراجع وبكل الحاجات اللي فيها اللي تساعدني. مسهل عليك كتير. مسهل عليا جدا. وكمان كان كاتبها بالعربي، يعني احنا طبعا في دراستنا بالطب بتبقى المصطلحات انجلش، فهو كان كاتب الكلام ده بالعربي. فغير ان انا اصلا وانا في طالبه في سنه رابعه درست طب شرعي يعني، فالى حد كبير يعني يعني انت من ضمن دراستك برضو كان فيها جزء طب شرعي. بنعدي واحنا طلبه على كل التخصصات فبندرسها. فدرسنا طب شرعي، كانت عجباني جدا الماده وانا بدرسها، بس مش لدرجه اتخصص فيها يعني. مش لدرجه ما بقول لك من بعيد لبعيد، من بعيد لبعيد. طيب احنا اللي نعرفه عن الطبيب الشرعي زي ما قلت في اول الحلقه، ان لما يبقى في قضيه وفيها مختلفين عليها او مش باين الحق فين يعني، فبيحولوها للطبيب الشرعي، بيكون حالة وفاة أو إصابة أو أي حاجة. طيب الإصابات أو حالات الوفاة بتبقى ناتجة عن إصابات مثلا في أي عضو من أعضاء الجسم. لما بتتحول للطبيب الشرعي، ده معنى كده ان الطبيب الشرعي لازم يكون عارف ملم بكل التخصصات عشان يقدر يكشف هنا وهنا ويحدد. ما هو مجال الطب الشرعي ده بصراحه مجال صعب جدا، لان هو لازم يكون على درايه بكافه امراض الجسم، بكافه تخصصات الامراض، يعني تخصصات النساء، تخصصات الجراحه، تخصصات الاطفال، تخصصات الباطنه، كل الامراض يكون عارفها، يكون عارف كل حاجه عشان يعرف يشخص كل تشخيصاتها ومضاعفاتها، وامتى المرض ده ممكن يؤدي للوفاه او لا. غير كمان ان هو بيبقى دارس كل تخصصات الجسم الثانيه، وكمان دارس طب شرعي، وكمان دارس قانون. كمان دارس قانون علشان يقدر يعرف التهمه دي يعني هتؤدي لايه، او عقوبتها ايه او كده. فهو مجال صعب يعني جدا. يعني مهنه بتربط بين الطب والقانون، الطب والقضاء والقانون والطب بكل فروعه وبكل مضاعفاته. والطب الشرعي في حد ذاته نفسه علم، يعني علم له اسس وقواعد وله حاجات كتير جدا، يعني هو مش علم سهل يعني. وبيعتمد كمان بعد دراسه على الشخصيه بقى. يعني الشخصيه اللي تخصصت طب شرعي دي لازم تبقى شخصيه قويه جدا، عنده فراسه، عنده حكمه، عنده ضمير. ما هو ده السؤال اللي انا هساله لك، ان الطالب اللي هيتخصص طب شرعي ده اكيد ليه مواصفات خاصه، يعني مش اي حد يخش طب وخلاص. اولا لازم يكون حابب المجال، يعني اللي هيدخل في مجال الطب الشرعي ده لازم يكون حابه جدا، لان هو مجال صعب، والغلطه فيه بتودي يعني لسكه تانية خالص، لان دي ارواح ناس. فلازم يكون وضمير ربنا هيساله يعني على التشخيص اللي هو وصل اليه ده. لا وكمان يعني ده مش اي تشخيص وخلاص، مش أي تشخيص بيعتمد عليه براءة او اتهام مع حد يعني فبتودي في حته تانية. وخصوصا الضمير كمان لازم يكون يعني اللي هو ما يقبلش مثلا ان حد مثلا يديله رشوه ولا اي حاجه، مفيش الكلام ده خالص. فلازم يبقى في ضمير صاحي، ولازم يبقى في فراسه، ولازم يعني في حاجات مش عين الضابط او عين المحقق ما تقدرش تكتشفها، الطبيب الشرعي هو اللي بيكتشفها. طب انا عرفت ان الكتابين معاكي هما جزئين، هو جزء اول وجزء تاني، كلهم طبعا ملفات وقضايا من والدك مر بيها. وعرفت ان في جزء منهم كان في فتره في السعوديه، يعني باباكي كان طبيب شرعي في السعوديه، اشتغل 20 سنه في الاول في الدمام في السعوديه، وبعدين جه يشتغل هنا في مصر اكتر يعني من طيب يعني شاف قضايا هنا وقضايا هنا. في اختلاف بقى في الجرائم يعني، ولا الجريمه واحده في كل مكان؟ هي الجريمه واحده، بس هو ممكن الاختلاف في طبيعه البيئه، لان الفتره اللي كان عايش فيها في السعوديه هناك دي كانت فتره الثمانينات.